ازاي الكوبي او النص الاعلاني هو سر انفجار المبيعات للاعلانات بتاعتك. بس قبل ما اقول لك ازاي ده بيحصل، لو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، لو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو، ويلا بينا نبدا. عشان اقول لك ده بيحصل ازاي مهم جدا تكون فاهم النص الاعلاني او الكوبي ايه هو دوره. اول حاجه النص الاعلاني لو فكرنا كده هو موجود فين؟ هو موجود في ثالث مرحله. العميل بيبدا يشوف الديزاين او الفيديو، بعد كده يخش لو اقتنع بالديزاين او الفيديو بتاع الاعلان بيبدا يبص على الكوبي النص الاعلاني. بعد كده لما بيقرا النص الاعلاني بيبدا ان هو ياخد الاكشن اللي انت عايزه بقى. لو عجبه الفيديو او عجبه الكوبي بتاعك النص الاعلاني بتاعك بيبدا يدوس على ايه، مثلا سند مسج، يعمل شوب ناو، يعمل بقى الاكشن اللي انت عايزه يعمله، ويتحول بقى من عميل محتمل لعميل فعلي. وهنا هنلاقي ان هي حلقه الوصل ما بين اول خطوه العميل بيحتك بيك في الاعلان بتاعك، واخر خطوه ان هو خلاص بيعمل البيرشيز او بيشتري منك المنتج او الخدمه بتاعتك او ياخد الاكشن اللي انت عايزه ياخده منه. المرحله اللي في النص دي الجسر ده هو النص الاعلاني او الكوبي. وده بيخلينا نبقى فاهمين هي النص الاعلاني هي المرحله اللي بتخليك تحول العميل من عميل مهتم عجبه النص او عجبه الكوبي بتاعك او الاعلان بتاعك لعميل خلاص فعلي موجود عندك، خلاص هو اقتنع بالكلام بتاعك وخد الاكشن اللي انت عايزه ياخده. عشان كده بنقول مهم قوي ان الكوبي ده يكون مبني على اسس بيخلي العميل يقتنع. هو بيقرا الاعلان بتاعك، لو اقتنع خلاص هو هياخد الاكشن ويشتري، ما اقتنعش مش هيشتري. ومن الجزء ده كده نفهم ان لازم الكوبي يكون فيه عناصر كتير جدا. هنتكلم على عنصر صغير جدا، وهنتكلم على يعني تريكس كده صغيره، وفيديوهات جايه كتير هنتكلم على الجزء ده بتفاصيل كتير جدا. مهم جدا في الكوبي بتاعك ان انت تتكلم عن المشكله العميل بيعاني منها. وهنا بتبدا بقى تفهم العميل ان انت فاهم المشكله اللي هو بيمر بيها، وتبدا تتكلموا وتناقشوا في المشكله دي وتبدا تحلله وتفهمه ان انا فاهم المشكله بتاعتك والمشكله دي جت ازاي. بعد كده بتتكلم عن حل للمشكله دي. لو انت اقنعت العميل بالحل بتاعك، الحل بتاعك قوي فعلا، ده بيخلي العميل ياخد الاكشن في الاخر اللي هو بقى يشتري او يبعت رساله او ايا كان. لو الحل بتاعك ضعيف، انت اصلا بقى عامل ناشئ البيزنس من غير حل اصلا، من غير حل المشكله عند العميل بتاعك، فانت بالتالي كده ما اقنعتوش، فبالتالي هو مش هيكمل الكوبي اصلا، مش هيكمل قراءه النص بتاعك ومش هياخد الاكشن اللي في الاخر. فمن الجزء ده مهم جدا انا افهم العميل ان انا فاهم المشكله بتاعته، واقول له الحل للمشكله بتاعته، واقدم له ان المنتج بتاعي او الخدمه اربطها بالحل بتاعي، ان المنتج او الخدمه دي هي اللي فيها الحل ده. الحل اللي انا قلت لك عليه فوق ده هو موجود عندي انا في المنتج او الخدمه بتاعتي، فبالتالي هو يشتري المنتج او الخدمه عشان الحل اللي موجود فيها اللي انت اصلا طرحته في الكوبي او في النص الاعلاني بتاعك. فدي نقطة مهمة جدا تبقى انت فاهم ان الكوبي ده هو المرحلة اللي بتحول العميل من عميل محتمل لعميل فعلي موجود بالفعل عندي اشترى مني المنتج او الخدمة بتاعتي. النقطة الثانية بقى هو استهدافك او احترافك للكوبي. ده بيخليك ان انت تعرف تستهدف عميلك المثالي. ازاي اعرف استهدف عميلي المثالي بالكوبي؟ هنا بيجي دور الكوبي زي ما احنا قلنا، ان انا ببدا ان انا اكتب المشكله اللي العميل بتاعي بيعاني منها والحلول بتاعتها وكل الكلام الجميل ده كله. بس بقى بلاقي ان انا لما بعمل كده انا كده ببدا ان انا اتكلم عن فئه معينه. ببدا اتكلم عن فئه مثلا بيزنس اونر عندهم مثلا البيزنس بتاعهم وعايزين يحققوا نتائج كبيره. فانا لما باجي اتكلم في الجزء بتاع الكوبي ده واتكلم لو انت بيزنس اونر، ببدا انا كده حددت فئه معينه. ده بيخلي العميل او الفيسبوك يبدا يفهم مين الفئه اللي انت بتستهدفها، فبالتالي بيحسن الاستهداف بتاعك وبيحسن الالجوريزم يجي بقى ان هو بيفهم مين الفئه اللي انت بتستهدفها، فبيودي الاعلان لناس شبيهه بالناس اللي هي بتخش تقرا الاعلان بتاعك وتبدا تشوف لو الناس دي تفاعلت مع الاعلان يبقى هي دي الفئه، فبيبدا الالجوريزم تتحسن وتتطور ان هي تجيب العميل اللي دخل تفاعل مع الاعلان. والعكس صحيح، لو العميل ما تفاعلش مع الاعلان بتاعك الالجوريزم تفهم ان مش ده الفئه المستهدفه، ده مش الشخص اللي هو ما قراش الاعلان، جه قرا وخرج لقى ان لو انت بيزنس اونر هو مش بيزنس اونر، هو ميديا باير مثلا فخرج، فبالتالي كده هي فهمت ان مش ده العميل المستهدف فمش هتودي الاعلان للشخص ده. فهنا ببدا
عن طريق النص الاعلاني العميل نفسه يقرا، لو هو العميل بيكمل الاعلان، لو مش هو العميل ما بيكملش الاعلان، فده بيحسن من الاستهداف والالجوريزم تفهم. في نفس الوقت ان الالجوريزم بتبدا ان هي تقرا الاعلان بتاعي، اول ما تقرا النص الاعلاني وتفهم ان بتفهم الكلام اللي انا كاتبه، بتوجه الاعلان للفئه اللي انا كاتبها في الاعلان بتاعي. النقطه الثالثه بقى وهي ان الكوبي او النص الاعلاني بيفلتر العملاء بتوعك، وده بيحصل زي ما قلنا قبليها، لما بنيجي في النص او الكوبي بتاعي بيخليني احسن الاستهداف بتاعي واوصل للفئه المثاليه او العميل المثالي بتاعي، هو برضو في نفس الوقت بيفلتر لك العملاء. وده بمعنى ايه؟ ده بمعنى ان خلاص انا النص بتاعي لما باجي اقرا واكتب عن فئه معينه بيخلي ان الفئه دي بس هي اللي تتفاعل معايا، فبالتالي ما يجيلكش فئات كتير بقى، ما يجيلكش فئات مختلفه. ما بنلاقي ان كتير قوي بيعانوا يقولوا مش دي الفئه اللي جات لي، ده انا جالي كذا فئه. لا، هو النص بقى هنا بيفلتر الفئه، وبيخلينا حتى ان احنا الفئه نفسها لما تيجي تقرا يلاقي ان مش هو الفئه اللي انت بتكتب عنها، هو خلاص بيسيب الكوبي خالص وما ما بيعملش اي حاجه. على عكس تماما لما بيلاقي الفئه دي هي اللي بتلاقي انا الفئه اللي انت بتتكلم عنها، انا الفئه اللي عندي المشكله الفلانيه، انا الفئه دي، انا الفئه اللي بدور على الحل للمشكله دي، فبتلاقي الفئه دي هي اللي بتتفاعل معاك، فبالتالي هي بتفلتر لك الفئات اللي انت بتستهدف بيها. الاعلان بتاعك ما بيجيلكش اي فئه كده وخلاص. النقطه الرابعه بقى هو ان الكوبي او النص الاعلاني بيبني علاقه قويه ما بينك وبين العميل بتاعك، ودي نقطه مهمه جدا في الماركتنج، هنتكلم فيها في عنصر الماركتنج. بس مهم قوي ان في الجزء ده نتكلم ان تدخل الماركتنج او تدخل التسويق بيخدم ازاي الكوبي بتاعي بتاع نص الاعلان بتاعي. هنا مهم جدا انت عشان العميل اصلا يشتري منك ويقتنع بيك لازم تبني علاقه قويه ما بينك وبينه، علاقه ثقه، يثق فيك، يثق في كلامك، يحس فعلا ان انت فاهمه، فاهم احتياجاته، وبتفكر في حلول ليه، فبالتالي ده بيبني علاقه قويه ما بينك وبينه ويبدا يتفاعل معاك اكتر. ده اللي بيحققه عنصر الكوبي رايتنج، نص بتاعي. فده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل لما انا بتكلم عن المشكله بتاعت العميل بتاعي، فبيبدا يفهم ويحس ان انت فاهم المشكله اللي هو بيعاني منها، تبدا تفهمه وتعرفه ان انا حاسس بيك، انا فاهم المشكله بتاعتك والمشكله دي بسببها 1 2 3، ويبدا يفهم ان انت ويحس ان انت فاهم قوي المشكله لدرجه ان انت كمان بتحلل له المشكله دي حصلت ازاي. وتيجي كمان لما تيجي تتكلم عن الحل بتاع المشكله بتاعته يبدا برضه يحس ان هو مقدرك جدا، انت فاهم مشكلته، فاهم الحل بتاعه قوي، انت جهزت له حل تخليه يريح دماغه من المشكله اللي هو بيعاني منها بقاله فتره طويله. فدي بتخلي العميل اللي هو يثق فيك، يبني علاقه ثقه ما بينه وبينك، يبدا يتفاعل معاك، يبدا يسالك، يقول لك تفاصيل، عايز يخش معاك في احتكاك اكتر، يتفاعل معاك اكتر. فده ما بيحصلش غير عن طريق الكوبي رايتنج. عشان كده بنقول الكوبي رايتنج مهم جدا، وبيخلي العميل يثق فيك ويبدا بقى يخش في مراحل ان هو مستعد ان هو يشتري منك. العميل عشان يشتري منك مهم قوي يثق فيك ويفهمك ويحس ان انت حق واحد يشتري منه، لانه هو فاهمه وفاهم احتياجاته، وفاهم حتى الحلول اللي هي تقدر تخليه تحل المشكله بتاعته. وصلنا لنهايه الفيديو، بس في النهايه مهم جدا اقول لك حاجه مهمه قوي، وهي ان الكوبي رايتنج هو فن، هو علم كبير جدا لازم تحترفه عشان فعلا توصل للنتيجه اللي انت عايز توصل لها في الاعلانات. وطبعا زي ما قلنا وهقول كتير جدا، وهي دي رسالتي اللي انا جاي عشانها ودايما بتكلم فيها، وهي ان الكوبي رايتنج او الاعلان ما بينفعش من غير او ما بيستخدمش او ما بحققش نتيجه كبيره في الاعلان بالميديا باينج بس، لا، في عنصر زي الكوبي رايتنج مهم جدا. وعنصر الكوبي رايتنج ده عشان يبقى قوي جدا جدا لازم انت تبقى قوي جدا في الماركتنج. فمهم قوي تكون فاهم ان الكوبي رايتنج ده عنصر من عناصر نجاح الاعلان بتاعك، اذا ما كانش دلوقتي هو تقريبا 100% سبب من اسباب نجاح الاعلان بتاعك. وما تنسوش اكتبوا لي تحت في الكومنت ايه هي المواضيع اللي حابين نتكلم عنها، لو مواضيع معينه حابين نتكلم عنها اكتبوها لي في الكومنت تحت. لو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، لو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو، واشوفكم على الف خير في الفيديو الجاي، والى اللقاء.